أهلا بيكم حبايبي، يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة هنعمل وصفة من الوصفات اللذيذة. هنعمل فراخ مشوية بمنتهى بدون مجهود. في ربع ساعة هنعمل أحلى صينية فراخ بالخضار، طعم وريحة خطيرة. وكل الكلام ده في ربع ساعة، أيوة في ربع ساعة. لو مش مصدقة يلا تعالي نشوف هنعملها ازاي مع بعض. بس يا ريت بقى الفيديو لو عجبك ما تنسيش في الاشتراك واللايك وتعليق كده حلو منك، حتى لو بحرف واحد بيفرق معانا في القناة. أول حاجة جبنا الفراخ كده ونضفناها كويس قوي وحطيتها في محلول النقع ومتنضفة من جوه ومن بره زي الفل زي ما انت شايفاها كده. دي كانت أول خطوة عملناها. بعد كده بقى هنجيب الصينية اللي هو يحط فيها خضار اللي هو عبارة عن طماطم وفلفل وبصل. هنحط كده من كل حاجة بصلتين تلاتة، فلفلتين تلاتة، والطماطم نفس الحكاية. افرشهم كده في قاع الصينية بالشكل ده كده. طبعا عايزة تكتري عايزة تقللي براحتك. المهم نفردهم كده في قاع الصينية. بعد كده هجيب بقى الفراخ اللي احنا كنا غسلينها ونقعناها هحطها على الخضار من فوق. تمام، يعني بعد ما نحط الصينية ونحط فيها الخضار هنجيب الفراخ اللي كنا نقعناها وغسلينها كويس قوي وهحطها على الخضار. دي أول خطوة احنا عملناها. هنشيل بقى الصينية ونشوف احنا هنعمل ايه في الكبة. هنجيب بقى كبتنا الحلوة وعندنا هنا طماطم، من كل حاجة حبيتين كبار. عندنا طماطمتين، عندنا فلفل أخضر، عندنا كمان توم، بصلتين صغيرين لو كبيرة بصلة. ودي اللي أنا هضربه مع بعض، زائد البهارات، زائد عندي معلقتين كبار من الخل، معلقتين كبار من الزيت. الليمون هجيب ليمونة كبيرة وهعصرها بالشكل ده كده. لو الليمون صغير أعصره 2. يعني كل حاجة لو الحاجة حجمها كبيرة يبقى واحدة، لو حجمها صغير يبقوا 2. وأحط بقى الملح والفلفل وأحط القرفة وأحط بهارات فراخ. كل الكلام ده هنحطه في الكبة وأبتدي أضرب بقى الكبة، وبرضو بابريكا معلقة صغيرة. وأبتدي أضرب الكبة وأنعم الخليط بتاعنا كويس قوي وأجيبه وأحطه كده على الفراخ بالشكل ده. أحاول أفرده على الفراخ خالص، ما سيبش حتة فاضية. تمام. في الوقت ده الفرن شغال على درجة حرارة 200. هدخل بقى الصينية لغاية ما تستوي وتاخد وش تحمير، وبعد كده نشوف هنعمل فيها ايه. فالوقت أنا هدخلها، ولما طلعت بالشكل اللي هو التحفة اللي انتوا شايفينه ده كده. وهجيب بقى حتة فحماية ولعها وهجيبها كده في الصينية على ورق حراري وأحط عليها نقطتين زيت، وعلشان تاخد الريحة بتاعت الفحم بتدي ريحة تحفة بجد، بتدي ريحة حلوة أوي. أجيب ورقة كده ورق حراري كده وأروح كاتمة، بس هي مجرد مش مستخدمه في حاجة، لأن أنا هكتم فيه الريحة بس اللي هي الدخانة اللي طالعة، أو غطا. لو ما عندكيش ورق غطا ممكن غطا. بس سبتها نص ساعة كده خدت الريحة، بقى طعمها بجد تحفة. وكده حبايب قلبي وصفتنا انتهت. وزي ما قلت لكم خدت ربع ساعة. جربيها كده واحسبي على ايدك، هتاخد ربع ساعة مش اكتر من كده. ربع ساعة اللي عملنا فيها أحلى صينية فراخ مشوية بالخضار. وعلى فكرة الخضار بيتاكل طعمه تحفة قوي. أنا حطيته في طبق جانبي كده للي عايزه. كده وصفتنا انتهت. أشوفكم بخير، باي باي.